أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس في 74 ذي الدروس من فقه السنة النبوية. الساقيم يرضى ربي سبحانه أدنوي الموضوع اسميس الميزان. الميزان ذي بوال إديوسان ذي القرآن أشحالي بردان، أما يمدي هذا ربي سبحانه في الكتاب في القرآن الكريم، يمدي مسلاي في الرسل والنبيين، يمدي مسلاي في مجال الخلق، يمدي خلق ربي سبحانه الكون الفسيح. أما في مجال خلق الإنسان بالذات، أما في مجال التجارة المعاملات، أما في مجال القضاء، في مجالات كثيرة. ولكن ثزرت النغ نقروال مرسنيون وزن وليه هكا تقبيليث أسنضيون وزن أوليه. ذا قرناس الفلاني يروح هاس الميزان، ماشي ذي البطاطا أنا ذي الفاكهة، أنا الميزان ذي العقل، ذي الصواب، ذي الفهامة، ذي الحذاقة. موضوع الميزان موضوع بساقي كسائر المواضيع السابقة، موضوع مهم وخطير. نستخير هذه المواضيع في هذا المحور الطويل، محور فقه السنة النبوية، يشدن رثو ذرثنا، يشدن غير الحياة النغ، ألا غدي فقنن الأخطاء النغ باش تقرز في ذرثنا. الميزان أولا أدنهضر في المدلول اللغوي، الدلالة اللغوية لكلمة الميزان. تساد سقيم بوال اسمي وزانة، الواو زا أك ذنون ثلاثة، الواو وزن. وكلمة وزن من يغلى القواميس للديكسيونير، يعني انت عرفت أنف السعي للمعنى ذا مقران، معنى التعديل، معنى الاستقامة، يعني أين يونعن، أين يقرزن، أين يسقمن ورنع ويجارة. الميزان والوزن. وربي القرآن الكريم الناد والوزن يومئذ الحق. ميزان الآخرة ميزان عادل. ذي الدنيا تصرحوا الميزانية مذانا، أطف ديوان يظلم وايض، يتشالحق بايض، يزنزاس الميزان ذيك يخص إلى آخره، ذي القضاء، ذي لا جوستيس، في جميع مجالات الحياة. ولكن سبحان الله اقتضت حكمة الله أنه آخر ما أنزل حسب جمهرة العلماء في أواخر ما هو مكتوب في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن ميزان حق، والوزن يومئذ الحق. ويدعو ربي سبحانه الآية السابعة في سورة الأعراف الآية الثامنة، ميل في سورة الكهف الآية 105 ربي ناد: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. على كل حال بلا ما طول هذه المقدمة نروح مباشرة النقطة الثانية. ثانيا أدمسلي مجالات الميزان. لن أكثر من 50 مجال، أثند الخصر ذي 10 في حدود الوقت المتاح. 10 لدومين، 10 المجالات عند ربي سبحانه يخدم الميزانيس، الميزان الدقيق، الميزان المستقيم، الميزان العادل. واحد، المجال الأول مجال الكتاب،
القرآن الكريم الآيات كثيرة أي غريج على ربي سبحانه ينزل الميزان ذي كتاب ثيس ذي القرآن الكريم لعدة أسباب. أولا الكتاب هو الوحي الطاهر الوحيد إذ قرآن مازالت الزدي يصفى أكن ينزل ربي في محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين باش ربي سبحانه يقيم الحجة على البشر فخلقيث يحملت ربي سبحانه عز وجل إشقع سند إمشقعا النبيين والمرسلين ولكن زرى ما شو يضرى يضرى العجب على بالكم يغال يخلط ثلاث الخلوطة يخلط الحلال ذا الحرام الهدى ذا الضلال ذي المجال العقيدة ذي المعاملات ذي القيم والأخلاق ثلاث خلوطة ثم قرانت فيساد الكتاب القرآن الكريم ذا الميزان هذه يوزن تمثال نكون ينسلم المعاشر المسلمين يفكى ربي المقام علاين غلاين ولكن الزاي يعني تشريف وتكليف إمدينا ربي في سورة البقرة في الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا الأمة الوسط للدين الوسط المتبعة للمنهج الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا أيضا لتكونوا شهداء على الناس. والله مولا عبد المولى على الميزان لا يشهد على الناس. كيف يشهد؟ سترفض شهادته لتكونوا شهداء على الناس كل الأقوام يكون دي خلق ربي سبحانه أمش تعامل الأقوام مع النبيين هل ترى أمنا نغفرا صدقا نغسكدفا ذفعا نغنكرا إلى آخره لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمر الرابع أن ربي سبحانه يجعل الكتاب قيد الميزان ذيك الحلال ذي الحرام وقيد الميزان إلى الحلال إلى الحرام يخدم هذا لي روبير معالم في طريق ذا الميزان يفقند الهدى والضلال الإيمان ذي الكفر لذلك يستحق أن يسمى بالميزان. قال تعالى في القرآن الكريم في سورة الشورى الآية 17 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طبعا كل آية تحتاج إلى ساعات للتفسير ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذن صفي الميزان إلا في الكتاب العزيز في القرآن الكريم إيقلان يهرف السنة. المجال الأول. المجال الثاني في مجال النبيين والمرسلين الرسل أجمعة الخير أولى المرسلين لود الميزان يمدينا ربي في القرآن الكريم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة سميت كذلك لاستقامتها وعدم اعوجاجها. النبيون والمرسلون عند دفن لاوج السجمن نفرد فيما سبق مديني مثلا سيدنا موسى يفاد الفساد السياسي إلا لاوج في المجال السياسي إقعديث والطغيان الفرعون دين تزران. سيدنا شعيب في المجال الاقتصادي في المجال الحيوي ذي الايكونومي ذي الذمسة أن دايل العوج ولاش الميزان تكرضان أكلخ أسيدف الخدع إلى آخره. سيدنا شعيب يسد بالميزان باش يوزن المجال الاقتصادي وكذلك سيدنا لوط مجال في المجال الأخلاقي وغيرهم يسد محمد صلى الله عليه وسلم ما تفرق عند غيره اجتمع لديه. يعني ربي ندوى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المرسل ربي في سورة الحديد الآية 25 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ربي أرسل أكذ المرسلين الكتاب والميزان على ليقوم الناس بالقسط. إذن لا يمكن للناس أن يقوموا بالقسط إلا إذا اهتدوا بموازين النبيين والمرسلين تلك الموازين التي اجتمعت
في الميزان الذي أنزل مع خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. طبعا شويه شويه لك محطات نخدم رحله اون تورني ندوركم ان شاء الله لما والله في زوز كونوا معنا هكا. الميزان المجال الثالث هو مجال الخلق. ذا كيف كنت مزوق مليح مجال الخلق. على بالكم من القضايا المحيره اكس دروشن لي فيلوزوف وقال يسعنا اللغه القران لفيزيسيان علماء الفيزياء علماء التاريخ علماء الحضارات وقال اللي يهتموا بتاريخ الكون تاريخ الحضارات تاريخ الإنسان حاروا تطفيث نيوث الحيرة ذي العجب. أسألكم متى بدأت قصة الحياة؟ ما الميت بذاته ذي الدنيا ما الميت يخلق الكون أما ذي طيج أما ذي ثران أما ذا قور أما ذي المريخ أما ذي القاعي فين تعيشين متى؟ سؤال المحير. نكوني إذا مزورة ناخذ الحيوان إذا نكوني إذا مزورة ناخذ الحشيش ذي الحشيش إذا مزورون ناخذ الحيوان ذا من إذا مزورون ناخذ خيال. لا شيء عجيب موضوع الخلق يخلق في ربي سبحانه يخلق الكون يرنس الميزان أدفتر الآية يمدينا ربي سبحانه في سورة القمر الآية 49 إنا كل شيء خلقناه بقدر. لو كرياتور كل شيء يخلقيثيد الميزان يخلقيثيد بقدر. ذا الآية وحدها تحتاج إلى ساعات وساعات باش بنادم يفك الحقيس. طيب أدنفت بعض المحطات في مجال الخلق. أدنفذو سكينوان إجني معروف عليه إلى آخره. مدينة ربي والسماء رفعها ووضع الميزان وقال قال استرونومي زرنا شو المعنى يسن الآية السماء والسماء رفعها لكن رفعها ووضع الميزان. في سورة الذاريات الآية 7 ربنا والسماء ذات الحبك ذات الحبك أدنغال سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. من السماء مباشرة إلى البشر. أما كنت ولم هذا التقدير الدقيق هذا الميزان الدقيق يسيفنا ربي سبحانه يجنوان يغدي هدر بينكني ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. مقول كان دي الآية ثقيلة شحال مدي عاوذ أول الميزان الميزان الميزان. ينادى ربي في آيات أخرى والشمس تجري يطيش لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر أقول قدرناه منازل وعلى بالكم أقول يسعى المنازل مردلال قرنس هلال كي يزيد نسميوه هلال رقاق سمي تسمورا لما نكمال اسنسمي البدر هذه وهذه نقاص هذه نقاص هذه نقاص اسنسمي المحاق منازل. اختصرت المنازل هي منازل عديدة ولكن هذه أهم المنازل هلال بدر عند الاكتمال ثم المحاق. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. الله يا ربي لو كان يميل يطيش وقول خمنا كسيدة يا بابا شي ضروري والزمير يطيش أتوضى قول ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه العائلة الواحدة من الكواكب والنجوم والمجرات شيء عجيب. على بالكم يا جماعة الخير مدينة في سورة ياسين سي الآية 38 من الآية 40 يمدينا ربي سبحانه وكل في فلك يسبحون. خلوني ندير شوية محطات أخرى أدق. يا جماعة الخير ربي مدينا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. هل بين السماء والأرض فراغ؟ الجواب لا. ولاش الفيد يرى القاعة فين تعيشي أكو ذي جنوان. قصة الكون سألت وأجيب
العلماء نذان نند الكونجي أشحال ديال عمريس لا يقل عمره عن 10,000 مليون سنة. 10,000 يكون والله مثل عمرنا والله ما أتصدق واحد ياك أشحال ديال عمري كاينين كذا مغار شحال 80 سنة ذايا نتزوخو 80 سنة والله والو يرنا نزرى ذايا لو كان عندي ونطم عادي يعيش 300 ولا 400 سنة شو تحكي أنا كول هذا ان بتي كونجي يا اخي ناو ديال واسوني ساعه 60 سنه 20 سنه يطص وكيولي قال 8 سوايع انتير 24 اور معناتها انتير نتاع 60 سنه وزيد 20 سنه يقيم 40 سنه 40 سنه تعيشي شحال يقيم ديناري يتراجعوا فورقو شحال يضيع الوقت شحال والو لو كتحسب الوقت والو ذيكس قليل جدا الور الكون كيف تعيش شي مره عمره لا يقل واش الدقة على فكرة الموضوع يحتاج إلى بيان ولكن أكتفي بهذا لا يقل عمره عن 10,000 مليون سنة يعني أكثر من 10,000 مليون يسقاسن الكوناجي القاعة اللي تعيشي القاعة الأرض لا يقل عمرها عن 4,600 مليون سنة القاعة كيف تعيشي بالقارات الخمس يكثر خلقت مرة القاعة لا يقل عمرها عن 4,600 مليون سنة طيب سيدي أنا إذا مزور خلقت ربي ذي القاعة التراب بعد التراب أكيال ذي النبات بعد النبات الحيوان الإنسان إلى آخره وذلك ما غادي نربي في صورة الإنسان الآية الأولى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا شي تاكل وكي إشارة إلى أصل الخلق الإنساني ولكن تورا نكوني وليس عن 80 سنة السنة قبل 90 سنة كاين ولا شيء وليس عن 20 سنة قبل 21 سنة ولا شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا طيب سيدي أقرب الكواكب إلى كوكبنا الكوكب قربا الكوكب قلنا ذا شوث ذا قول القمر أشحال يقبعد فلان هو قول 400,000 كيلومتر يقبعد هو قول أقرب النجوم خاطر الشمس ذا النجم أقرب النجوم إلينا ذي طيش والشمس تهيمن على 9 كواكب منها الكوكب باقي فين تعيشين كوني أشحال يتبعد فلانا 150 مليون كيلومتر 150 مليون كيلومتر إيطايج أشحال يغلف القاعة فين تعيشي يغلفيت 332 ألف مرة إيماجين كان قاعة قنشتها تمقر في الكرة الأرضية ولكن يطيجي غلفيت 332 ألف مرة يطيج الدرجة المئوية الحرارة ينصف الداخل 20 مليون درجة مئوية لو كتقرب الشطح كان كيغورنا بقى على خير شيء عجيب ذين يغدينا ربي سبحانه وكل في فلك يسبحون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقصداني غاولاكي خاطر وقالي توين قناة الحياة خدمت كراي مخلق ديالنا كرا المواضيع سمناس العجز في القرآن ماشي الإعجاز باش نستهزين سي قضايا الإعجاز يقلان ديال القرآن غادي السنة النبوية ثقيل الشطح كانك أنظر وكذا ولا ربي محكم ثبتمتيد العلماء مسنوان قرانا كليون ذي سبيسياليتينس أكنسينا ربي كامل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ويناد في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق خلونا نمشيو شوية نبقاو في الخلق ربي يناد في أمر الزوجية
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سورة الذاريات الآية 49. انبثاث الزوجية في الكون، في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الإنسان، في عالم السحاب، في عالم الذرة. وقد قال في آية أخرى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ليظل الإعجاز القرآني قائما. شيء عجيب، شيء عجيب. أم بعد سيدي أدنغال: وسخر لكم الليل أورزمون إلا يوم والنهار الحمد لله قضاء ثفاث يواس، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لو كان وقال ماشي مسخرة بأمر الله كارثة. يون السيس ناس يروح الميزان هذا يخدم دينا لا عجب لا إيماجين دي صوب بقول في الله غادي يصوب يطيش غادي يقرب الشطاح نغل المريخ ناكل لا. والنجوم مسخرات بأمره. سورة النحل الآية 12. المجال الرابع في الدنيا والآخرة نكفى الخلق لا يا نروح في المجال الرابع في الدنيا والآخرة. يروح أسل الميزان الغاشي لأنه قال يدفع عن الآخر تجان الدنيا، لأنه قال يدفع عن الدنيا تجان الآخر. يروح أسل الميزان يسين ذا شو الميزان أو اثنين سين لربي ديننا: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة زيد ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال كان ليكيليبر التوازن. العلماء يتمسينا ساقير في ليكيليبر في التوازن مرغينا القرآن الكريم هو ياسين كان أسن يروح الميزان ماذا عذن في القرآن الكريم. أما في الغذاء المتوازن، أما في المعاملات، أما في التجارات، في جميع مجالات الحياة ربي ناد في مجال الدنيا والآخرة: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تبغي ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قرنك القبائل الدنيا في الآخر ثمين تفنسيني زرمان وين في تغفر ذاك قصواير أو اثنين سين أو هربت في كذا الآخر أكثر. الشواري زعما شواري يسعى سنة تغميوين ما يوثن تغمى ثامر يوتفيدي هذه ضراي ديزيكيليبري هذه غير مشواري يروح كلش. الميزان المجال ويس 5 في مجال العبادات نعبد ربي سبحانه عز وجل. على بالكم العبادات ذيك التوازن دقيق رائع. اولا انبدي الزليت انواع الصلوات الظهر ماشي الصباح تنزل الظهر ذنساتيك الزول في صلى الله عليه وسلم كل سيدنا جبريل الظهر العصر المغرب العشاء الصبح. انواع الصلوات اوقات الصلوات كل حاجه لكم كنيس هاي غير اختار ربي سبحانه الوقت الفجر ديال الفجر وقت الطهور ديال الطهور الى اخره. وكل نقطه تحتاج الى تفاصيل. فين كجماعه الخير يا المشايخ يا العلماء غير قازن ثلاوين او قاذي قارن او قاذو قراره غير ثاك خاطر استخدم كامل لا غيش ودقارن كسين غير هذا الشتبق خاطي سيغلاغ سلع جب ام كل مساله تحتاج الى بحث. والله لو كان اليوم ديونا ذي عيش 900 سنه ما يقدر يفهم فيها والو اكن يبغوا يقار اين السن شويط ربي دينا: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كيف نضيع اوقاتنا هذيك الشمل كونجي 3 شهور سير البحار ثم غراوين الديريكتور جينيرال ديسك جوكي عاوز الفرح يتسوفى راس الدحيس ما بقى القرايه ما بقى الفهمه ودقار وفرح ثرى من كل حاجه الميزان هذا ورس من بعد ولا ذا الفرح سل الميزان ولا ذا الحزن سل الميزان ولا ذا الوقت سال الميزان خاطر طاس انت غاوسي وين ونسين راه لا قثنت نسين ما نسنيت انت نفرح ونسين ربي سبحانه وما نسنيت اثنحمل وثنعبد اكني وثا. والصلاة من مقاصدها إحداث التوازن النفسي لدى الإنسان. وممن قال هذا الكلام ادوارد سبنسر جولز ماشي الامريكاني. ممن قال هذا الكلام صاحب بري نوبل في العلوم الكسيس كاريل وين ديور كتاب تشكيتي اسمها الانسان ذلك المجهول موريس بوكاي ارثر اليسون وقال لك برا عقول كبيره بظن غير نتيجه اللي هي تظل تخدم التوازن ديال الانسان. الصيام مرحبا يا سثايا بس قلت هذيك الشمل دي زويت الله يبارك ديك الشمل دي اوت الصيام اقول ذوك سكواس فين في الحرمه. وذا من مقاصد الصيام احداث توازن في صحه الانسان
وإلى آخره. الزكاة، أوعية الزكاة، مقادير الزكاة. الحاصل العبادات من كل حاجة تسعى الميزان. المجال الستة في مجال المعاملات. المعاملات التجارة الشرعا سيدي ربي، والتجارة السنة عليه الصلاة والسلام هي أنا في تجارة. التجار تزرمك ربنا ديال القرآن الكريم إن قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. جرزت الكيل نون، جرزت الميزان نون، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أم بعد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، خاطر ضياع الموازين يساوي الفساد. ما يغاف الميزان هذا يضرو خسار، هذا يضرو الفساد. سورة الأعراف الآية 85، ربي في سورة الإسراء 35 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الميزان إلى قال يقرز، ولكن سمحت لي الميزان البطاطا ترى من تام الميزان الذهب يمخلف. الميزان البطاطا يتوسن، الميزان الطاغوت يتوسن، الميزان الذهب يتوسن. الميزان الذهبي اللي قال يسعى ميم الزجاج ميم الكوروندير لازم غادي ياثر ديس، خاطر غير ماشي البطاطا الزروديه ذي الذهب. فهمتوا الرساله؟ الميزان. اذا الايه عامه والعبره كما يقول الاصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القضاء، القاضي ما يحكم يمذانا ذي الميزان وزرام لي جوج لي زافوكا وكذا البيرو تنسن نغذي الاداره تاع السجون وكذا الى اخره المحاكم الا ما يخرج الميزان. الميزان معناه رمز الى العدل. هو ربي ذا غير القضاة وغيرهم كل من يحكم بين الناس ربي واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، والعدل هو الميزان. وينادى في آية أخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إلى آخر ما تعلمون من الآيات. المصالح والمفاسد، ميزان المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح في حد ذاتها، الموازنة بين المفاسد. لذلك العلماء علماء الشريعة سوف غنديو الفقه سميس فقه الموازنات، لي زافونتاج لي زانكونفينيون. اصحاب التنميه البشريه سماناس بيمي كل حاجه سادس ديال الميزان وميقارن بيمي. بي معناه بلوس، ام معناه موا، اي معناها دفع حاجه امبورطونت. الميزان من كل حاجه هذه للجون هاد جوج راسك وسنا خاطي بيمي ما الا جوج واش انت زافونتاج مو جوج واش انت زانكونفينيون. يا هكا وزن قرر غتخدم بروجي بيمي بي بلوس ام موا اني ادفع حاجه امبورطونت معناه مثل قرض الشغل ثمسات الساعه ديال ذوك غرفال ذي الميزان. سيدي ربك يوفق تصوض الحاجه المهمه الراي السديد. سبعه، المجال والسبعه في مجال الاخلاق، العبادات، المعاملات، هذه اللغه الاخلاق سورتو ثاكي الاخلاق. جماعه الخير نكون قارص قبايليث السيد الفلاني يسعى الميزان، المعنيس ذي الميزان تسوالي ضارا ماشي بالميزان البطاطا، الميزان ذهب خاطئ، ميزان تربوي، ميزان متصل بالاخلاق والقيم لي فالور. غرفال نغ الميزان سيوزنن لي فالور نغ القيم. امشي الفرق الفلاني يحدق نور يحذق راه نهضر ديال الوسلاكي نهضر في موضوع الذوق. الناس قباليث ما يفديو نوال اسنيني صليوا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بدات تمسلاي مي فكوال اسنيني ما وقماغ ما سقماغ الحمد لله ما سخسرها استغفر الله. وكيد الميزان اما لو يصدم كان دكوال نغي يتزموال ونيتزمنا والو يحذق راه ورسالة الميزان. وإن كان كويس قبايلي ثما يزمضيو نوال شبحن سوال اشيني يزم غاشوال استمنت. سي ان بليزير الهانيسين يا اخي يزم غاشوال استمنت. وكي في حد ذاته ذا الميزان ذو قوال اوال ذا الميزان غير ما شيني سيني وايض وزنا وليه خطر وال مريو زينرا
هذه يسخسر، هذه يهود، هذه يجرح، هذه يجرح، هذه يضر، هذه يقرح. لذلك يلهى الميزان ذو قوال. وربي القرآن الكريم يناد في سورة قاف الآية 18 يناد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد. ونفي وشبه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يناد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وين يومن نص ربي يومن نس الآخر أديني أول يلهن نغادي السسم ذاك قارن ثاسسمي في فوال في فتاموسني. ولكن زعما قرن يزيك انت مشاوت انتقوا مغار ذي الجماعة إناياس وين دين تقن هذه خلص وين يسوس ما يخلص سامش هكا لكن نخدم نحصل إناياس وين ويد يصح ووال ذاب بوال يزرى ذوالي والزنارة ديني وثيدي النار هذه يخلص. ما ذوين يزرى ويد الصحراء ووال ندهير وال هذه يخلص. موازين في يكذ الموازين الأخلاقية التربوية أكتفي بهذا. ثم نروح مثلا ويستمانية في الجسم والروح أيضا صار جدل الروح أكذ الجسد الكوراكي الجسد يتوالي ما كذا الروح سام كيف ياكل على فكرة نسايون الروح هكا كلمة لله ميث روح بقى على خير ميث روح الروح ولاد الكوراكي الجسد أسيني روح لو كان فريمون الجسد يسعى القيمة أثنجوك فريجيدير فيتريني الله يموت باباك نا يماك نا وين عزيز فلاك مي يموت خدمه صلا فيترين دو خام بيان فريجيدير اسيدي بافا تتوالى الصباح تمديث هذ يغالي السوحاش وين عزيز فلاك يمي تفغ الروح هذ يغال ذولا خرث السوحاش او يثرمدوها او مباشره صزكا السنير الروح تروح ولا ذاك الشيني روح. ولكن تمسى تلقى سقرشنت العلماء الفلاسفه يروح اسن الميزان يا اخي ناس نباسيون ناس وما الدنيا الا طعام وشراب ومنام فان فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يتولي الدنيا نظره ماديه اتش سو الطص ثايشوض مثل موت الطفره وخلاص. اذا يسوى الناس يروح الميزان ناس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. الراس الميزان مثلا الرد رسمه الراس شيني ذوالو يعني الجسم ما فيها والو. لو كانت الوزنه ما كان قال العلماء اشحال بوزالين ساعه اشحال الظالمين ساعه اشحال اثنزنز ديال فونتوزون شيره هكا ينزل شحال ما غلا السوق بالك دياوي 500,000 ناقص 600,000 ذايا كان. ولكن بالروح يكفت نزال يومذان فانت بالروح لا بالجسم انسان. اذن وهكذا يتحقق التوازن. الجسد في كاس الغذاء الجسد في كاس الهواء واكسجين كي نعيش الحمد لله ولازم باطل ارنو يا سلمى امان وجعلنا من الماء كل شيء حي ارنو يا والماء نسبه الماء اما ذي الكورنغ اما ذي الكره الارضيه شحال نسبه الماء ذي الكورنغ امان شحال يصاب امان فينا ويقر 73 ويقر ليسونسيال اكثر من 70%. وعلى بالكم اكثر من 70% ذو الكورنغ ذمان سي بور سايند وجعلنا من الماء كل شيء حي. على بالكم يوم هنا غلو كاس ضمان استرد المازوت هذا يعيش اخذ ما السوبر ما تبغي ليسونس سوبر الراس جو والو. وذي الكره الارضيه ذا نسبه الماء امان سكال اليابسه الماء ذا اكثر من 70% ذا كل شيء بالميزان صافي. الجسد في كاس الهواء في كاس امان في كاس القوت في كاس كلش ولكن الروح الى قصد تفقد الايمان التوكل على الله الثقه في الله العبادات تجد غذاء الروح. وهكذا يتحقق التوازن والميزان. ثرى المجال
وكذلك بين القلب والعقل إلى آخره. لو كتفكض الفغي يقول كي قانص تقبايليت ما تفكيض الفغي يقول كياوي غير تخسر. قول يريد القلب ما لا يقبله العقل. العقل هو الميزان. على بالكم ثروية في نادي الزال الجمعة ذي الكعبة المشرفة، نغاتي الزال ذي المدينة المنورة، نغذي المسجد الأقصى الجارح، واللي يبغى ميستنغ إلى عقلك لا يمكن لا يمكن لا يمكن. العقل عقال اللاغ ذنتسا إذ الميزان العقل وإن كان يقول الشاعر المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. المجال ما قبل الأخير والساعة الواجبات والحقوق يتسلو هوريانا لي دروا أكذ لي دوفوار لان شراي مثانا السنكاديني حقي 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 وشي قرار واجبي 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 تواغيث. الضمانة الكبرى لحماية الحقوق هي أداء الواجبات. لو كان كل يوم دينا غادي يخدم الواجبيس الحقوق أتوحفظت إزرفان لي دروا دو لوم ونقرا كان لي دروا دو لوم إلي دوفوار دو لوم اندالات مالانت لي دوفوار أتوحفظت الحقوق. هكا الشريعة يفكي غد الميزان ثورة المجال آن قارو ويس 10 في يوم القيامة. لاين ثورة نروح ديريت الأخرث أيوة نروح الأخرث ذي الأخرث يا ربي الحمد لله إلى الميزان. ربي الحمد لله يون واس يون درويش دا مسلوف يروح ريون. وعلى بالكم خذ الحكمة من أفواه المجانين في كواليون دا غاس يسلف ميتفغد سقمسلاينيس ذا عجب يروح ريون دا العاقل إلى سال فلاني طرف لا خرث لا ولاش هنا يا سي نورمال لا خرث هنا خاطر لو كانوا تسيلي لا خرث إلا قد نكون يمسلافا نخدم لا قرايب أيضا إناس دوني الثروحة انت واحد سبدي درويشا انت وحقار كفردان إلى آخره إناس صافي لاقت إلى خرث. ثقي من حكمة أذكرها في هذا الباب الحمد لله مثل لا خرث الحمد لله من الميزان أماكن الذي الدنيا ثم كالسلام الذي لا خرث. أدفع بعض الآيات بسرعة. ربي ناد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولاش الظلم ذي لا خرث. الآية 47 من سورة الأنبياء ينادى ربي في آيتي 8 9 من سورة الأعراف والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه خذ ما يس الحسنة الزيث فأولئك هم المفلحون. ولم الزاي الحسنة ينسيوم القيامة ربحا نجحا. ومن خفت موازينه الميزان خفيفة الحسنات فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ولاش الخسارة يقغلفن الخسارة إلا خرث. الآية ثانقاروث ربي ناد فمن ثقلت موازينه. آية أخرى في سورة المؤمنون آية 102 103 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أغي وفق ربي باش نتبع ذي الميزان ذي الدنيث وغيجعل ربي من أهل الميزان ويثقل ربي ميزانكم جميعا بالحسنة يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام